السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبنا طلاب الصف الثاني الإعدادي. أهلا بكم في حصة جديدة في فرع الجبر، والدرس النهاردة بيتكلم على قوانين الجذور التربيعية والتكعيبية. تعالى يلا نشوف هناخد النهاردة إن شاء الله. طبعا الدرس مرتبط بدرس المرة اللي فاتت اللي هو الجمع والطرح والضرب والقسم. يلا بينا. فكرة قوانين الجذور التربيعية والتكعيبية إن أنا هديك جذر لعدد ملوش جذر مباشر، يعني ما بيدينيش ناتج عدد صحيح، ولكن انا بقدر ابسطه. فالمطلوب من حضرتك ان انت تبسط الجذر ده. تعالى كده نشوف. اما اقول لحضرتك مثلا الجذر التربيعي ل8، هتقول لي يا مستر انا ما عنديش جذر تربيعي ل8، ولكن انا اقدر ابسط الجذر ده. قال لك فكره الدرس ان انت بتشوف العدد اللي تحت الجذر حاصل ضرب كام في كام، احدهما لازم يكون ليه جذر. يعني انا بشوف ال8 حاصل ضرب كام في كام واحدهما يكون ليه جذر. فكلنا عارفين ان ال8 حاصل ضرب 4 في 2، لازم احد العددين يكون ليه جذر. على فكره 4 في 2، مين هنا اللي ليه جذر؟ الاربعه. ومين اللي ملوش جذر؟ الاثنين. مظبوط. قال لك خلاص العدد اللي ليه جذر خده من تحت الجذر طلعه بره بالجذر بتاعه. هو الاربعه جذرها كام يا شباب؟ الاربعه مستر جذرها 2. الاربعه تطلع بره ايه؟ تطلع بره 2 ويفضل ما تحت الجذر زي ما هو. ده فكره التبسيط. طيب اما اقول لحضرتك جذر 32 ملهاش جذر مباشر، محتاج ابسطها. هعمل ايه؟ هشوف حاصل ضرب كام في كام. خد بقى الطريقه ديت. طبعا يمكن استخدام الاله الحاسبه في التبسيط، ولكن انا لو بحل مقالي ما ينفعش استخدم الاله الحاسبه، لازم خطوات. فعشان كده لازم اتعلم الطريقه. بص بقى الطريقه السهله دي خالص. في ناس ما تعرفش العدد حاصل ضرب كام في كام. هقول لك بقى تعمل ايه. هتشغل الاله الحاسبه بتاعتك بس هتحل بخطوات. هاخد اللي تحت الجذر ده اقسمه على 2. اقسمه على كام؟ على 2. اشوف الناتج اللي هيطلع ليه جذر ولا ملوش. طب لو ليه جذر خلاص يبقى 2 في الناتج اللي طلع. طب لو ملوش جذر يا جدع هقسم على 3. اشوف الناتج اللي هيطلع ليه جذر ولا ملوش. طب لو ملوش جذر يا جدع هقسم على 4، وبنسبه كبيره قوي الا قليل هقسم يا اما على 2 يا اما على 3. تعالى كده شوف اللي ما فهمش. هقسم بالاله، هطلع الاله الحاسبه واقسم 32 على، طبعا اللي عارفها خلاص، 32 على 2 هيديني فيها الكام؟ فيها 16. ال 16 لها جذر ولا مالهاش؟ ليها يا مستر جذر تربيعي، عشان دلوقتي هاخد التكعيبي. خلاص يبقى انا هسيب، خلي 32 ده قلنا حاصل ضرب 16 في 2. اللي ليه جذر بيطلع بره واللي ملوش جذر بيفضل زي ما هو. مين اللي ليه جذر هنا؟ ال 16. تطلع بره كام؟ تطلع بره 4. ومين اللي يتفضل تحت الجذر زي ما هو؟ الاثنين. جميل. اما اقول لحضرتك جذر مثلا هنقول 20 مثلا. هشوف ال 20 حاصل ضرب. لو عرفت حاصل ضرب كام في كام على طول ماشي، ما عرفتش زي ما قلت لك كده بروح اقسم على 2. 20 على 2 فعل 10 لها جذر؟ لا. 20 على 3 ما ينفعش يا مستر. 20 على 4 فعل 5 لها جذر؟ هي الخمسه ملهاش بس الاربعه ليها. فال20 هخليها حاصل ضرب كام في كام؟ 4 في 5. اللي ليه جذر يطلع واللي ملوش يفضل زي ما هو. الاربعه يا مستر لها جذر، تطلع بره كام؟ تطلع بره 2 ويتبقى تحت الجذر 5 زي ما هي. جميل. اما اقول لحضرتك جذر 50. جذر 50 عرفت تجيبها على طول ماشي، ما عرفتش بدماغك. اقسم على 2 اشوف الناتج اللي هيطلع. لو ما نفعش اقسم على 3، لو ما نفعش اقسم على 4، لو ما نفعش اقسم على 5 وهكذا. 50 على 2 فيها 25 لها جذر ولا ملهاش؟ ليها. يبقى ال 50 هخليها 25 في 2. اللي ليه جذر يطلع واللي ملوش يفضل زي ما هو. هتطلع ال 25 بره كام يا شباب؟ 5. ومين اللي يتبقى تحت الجذر زي ما هي؟ الاثنين. يبقى 5 جذر 2. اما اقول لحضرتك جذر ال 12.
هقول له يا مستر هقسم على 2، 12 على 2 فيها 6، ما ينفعش مالهاش جذر، يبقى اطلع اقسم على 3، 12 على 3 فال 4 لها جذر ولا ملهاش؟ ليها يا مستر، يبقى ال 12 اخليها 4 في 3. اللي ليه جذر يطلع بره واللي ملوش يفضل زي ما هتطلع ال 4 2 ويتفضل لي جذر كام؟ جذر 3. وهكذا بقى في كل المسائل. كل المسائل بالنسبه لي بتبقى كده، بس طبعا هو بيديني مثال كبير، يعني انا ببسط كذا جذر مع بعض، بس هي ده الفكره، بمسك جذر جذر وابسطه. وبالمناسبه الاعداد الصغيره لا تبسط، يعني اقول لك مثلا جذر 2 هو زي ما هو، هبسطه ازاي دي؟ جذر 3 زي ما هي، جذر 5 زي ما هي، جذر 7 زي ما هي. يبقى انا من عندي من 1 ل7 ما بتبسطش، سواء تربيع او تكعيب، من 1 ل7 لو قابلوني في مساله ما بتبسطوش، ما عدا طبعا الاربعه جذرها 2 احنا عارفين، لكن جذر الاثنين، جذر الثلاثه، جذر الخمسه، جذر السته، جذر السبعه، سواء تربيع او تكعيب ما بتبسطوش، سواء الاعداد ده حاصل ضرب كام في كام؟ مفيش. فانا ببدا ابسط من اول ايه؟ من اول ال8 بقى وانت طالع. تمام. وطبعا الاعداد الاوليه ما بتتبسطش، الاعداد الاوليه ما بتتبسطش، دي الجذور التربيعيه. طب والتكعيبيه يا مستر؟ حبيبي زي التربيع بالظبط، بس الفرق بعد ما اقسم على 2 او اقسم على 3 او اقسم على 4 او اقسم على 5 هشوف الناتج له جذر تكعيبي ولا لا. اما اقول لك مثلا الجذر التكعيبي ل 16، طبعا ال 16 لها تربيعي بس ملهاش تكعيبي، فلما اقول لك الجذر التكعيبي ل 16 اروح اقول له يا مستر ادي الجذر اهو وهقسم 16 على 2 فال8 لا جذر. طبعا انا كنت مديك في حصه، في اول حصه شبه شويه جذور كده قلت لك احفظهم. 16 على 2 فال8 لها جذر ولا ملهاش؟ طبعا ده تكعيبي، خليك فاكر لها جذر، يبقى لها جذر تكعيبي، بس ده لو تربيع اصلا فالجذر 16 4 يبقى 8 في 2. اللي ليه جذر يطلع واللي ملوش يفضل زي ما هو. ال8 لها جذر، جذر تكعيبي لل8 2 ويتفضل لي جذر تكعيبي 2 غيره. اما اقول لحضرتك الجذر التكعيبي 54، الجذر التكعيبي 54 ملاش جذر. طبعا لازم تبقى حافظ على الاقل اول 5 اعداد لها جذور تكعيبيه، اللي هي الواحد 8 جذرها 2، 27 3، 64 4، 125 5، لازم تبقى عارف دول. بقول لك الجذر التكعيبي 54 هتقول لي ادي هنزل ادي الجذر التكعيبي وال 54 يا مستر هاخد الناتج اقسمه على 2. طبعا في التكعيبي يستحسن الطريقه اللي انا بقولها لك دي، تقسم على 2 طلع لي جذر تمام، ما طلعش اجي اقسم على 3 وهكذا. جذر تكعيبي 54 على 2 فيها 27 ليها جذر تكعيبي ولا لا؟ ليها، يبقى 27 في 2. اللي ليه جذر يطلع بره واللي ملوش يفضل زي ما هو. مين اللي ليه جذر هنا؟ 27 تطلع بره كام؟ تطلع بره 3 ويتفضل لي ايه تحت الجذر؟ يتفضل لي جذر تكعيبي 2 زي ما هو، اوعى تنسى تكتب الجذر التكعيبي. اما اقول لحضرتك مثلا جذر 500 تكعيبي، طبعا هقول له واحده واحده بقى، ده ارقام امسك آلتي. 500 على 2 فيها ال 250 ملهاش جذر. 500 على 3 ما ينفعش، مش هتطلع لي العدد الصحيح اصلا. 500 على 4 فيها ال 125 وال 125 لها جذر ولا ملهاش؟ ليها جذر، يبقى هتبقى جذر تكعيبي 125 في كام؟ في 4. اللي ليه جذر تكعيبي يطلع بره عشان ده جذر تكعيب، واللي ملوش يفضل زي ما هو. ال 125 جذرها كام يا شباب؟ قلنا 5 ويتفضل لي مين تحت الجذر زي ما هي؟ الأربعة. أما أقول لحضرتك الجذر التكعيبي ال 24 هتساوي 24 على 2 فال 12 ملهاش جذر. 24 على 3 فيها 8 لها جذر، يبقى خلي ال 24 8 في 3. اللي ليه جذر يطلع بره اللي هي ال 8 تطلع 2، واللي ملوش يفضل زي ما هو. اتمنى يكون الموضوع بسيط خالص. ومعلومه زي ما قلنا هنا برضو عندي جذر 2 وجذر 3 وجذر 5 وجذر 6 وجذر 7 لا يبسطوا.
ما بيتبسطوش. هنا برضه عندي جذر نفس الكلام، جذر تكعيبي ل2، جذر تكعيبي ل3، جذر تكعيبي ل4 كمان، هناك ال4 مش موجوده، ال4 لها جذر اصلا، جذر تكعيبي 5، جذر تكعيبي 6، جذر تكعيبي 7، وجذر تكعيبي 9 و10 و11 و12 و13 و14، كل دول ما بتبصوش في التكعيب. يعني عندك تقريبا من اول الواحد لحد ال20 او ال21 وال22 لحد ال24، ال24 اللي بتتبسط من 1 لحد 23 ما بيتبسطوش، طبعا بعيدا عن عددين، ال8 عشان لها جذر تكعيبي وال16، ال8 وال16 تمام. ولكن انت مش هيجيلك اعداد كبيره، انت ممكن تلاقي 2 3 4، فانت تبقى عارف ان دول ايه بيفضلوا زي ما بيتبسطوش. طيب قبل ما نخش في المسائل اكلمك في حاجه بسيطه خالص. اما يجي لي مساله مثلا يقول لي ايه 2 جذر تربيعي نص، قال لك في حاله وجود كسر تحت الجذر، في حاله وجود كسر تحت الجذر هبسط ازاي يا مستر؟ قال لك بدخل العدد اللي بره، بدخل العدد اللي بره. يعني ايه؟ انا هنا كنت العدد بيبقى كبير، بشوف حاصل ضرب كام في كام واللي ليه جذر يطلع. في حاله، اسمع الجمله دي، في حاله وجود، في حاله وجود كسر تحت الجذر هدخل العدد اللي بره. والعدد اللي بره ده افرض، طب العدد اللي بره بيخش زي ما هو؟ لا طبعا، بشوف هو لو كان تحت الجذر كان هيبقى كام عشان اما يطلع بره هيبقى كام. يعني دي كانت 4 تحت الجذر، بقت بره كام؟ 2. فلو حبيت ادخلها تاني بدخلها 4. لو العدد بره هيخش داخل جذر تربيعي اربعه، ولو العدد بره هيخش داخل جذر تكعيبي اكعبه. يعني هنا الرقم هنا كان كام؟ كانت 8، طلعت بره كام؟ 2. هل لما اجي ادخل دي تاني لما احب ارجع دي لاصلها هدخل الاثنين 2 زي ما هي ولا لا؟ مش هتخش 2، 2 هتخش تحت جذر تكعيبي، يبقى تخش 2 تكعيب ب8. في حاله وجود عدد خارج الجذر دخل العدد. طب افرض العدد اللي بره الجذر كان كبير، ما تدخلوش كله، ما تدخلش العدد كله، فكوا حاصل ضرب عددين وشوف مين فيهم اللي هيخدمك في الحل ودخل العدد اللي هيخدمك. تعالى هنشوف، تعالى بس نحل دي. هقول له يا مستر والله انا عندي عدد خارج الجذر اللي هو 2 وتحت الجذر كسر. هقول له خلاص يبقى الكلام ده هيساوي ادي الجذر، ادي النص زي ما هي اهي، في الاتنين دي بره هتخش داخل جذر ايه؟ داخل جذر تربيعي. تخش زي ما هي 2؟ لا، تخش 2 أس 2، يعني تخش كام؟ 4. نص في 4 يديني 2. يبقى تبسيط الكلام اللي قدامك ده هو 2. مثال تاني، اما اقول لحضرتك 6 جذر تلت، 6 جذر تلت، الحق يا مستر ده تحت الجذر كسر، خلاص دخل العدد اللي بره. ولكن لو العدد اللي بره ده تقدر تفكه حاصل ضرب عددين يبقى احسن. هو عادي انت ممكن تدخل الستة كلها. طب الستة هتخش تحت، هتخش 6 أس 2 ب 36، 36 على 3 هتجرح مطلع الناتج بتاعها اللي هو 12 وترجع تبسط تاني. فانا بوفر عليك الدنيا دي كلها، بقول لك لو العدد اللي بره ده تقدر تفكه حاصل ضرب عددين. هو الستة حاصل ضرب كام في كام؟ 2 في 3. مين اللي لما تخش هتخدمني، الاثنين ولا الثلاثة؟ 3 طبعا، عشان العدد اللي جوه تلت من مضاعفات الثلاثة، يبقى انا عاوز عدد من مضاعفات الثلاثة اللي يخش. يبقى جراح عامل كده اهو، قايل له والله العظيم انا هسيب الاثنين بره زي ما بدل ما ادخل الستة كلها. خد بالك دي الطريقة ديت هتديك العدد مبسط جاهز، انت مش محتاج تبسطه. يبقى في حالة وجود، المثال سهل خالص اهو، في حالة وجود كسر تحت الجذر بدخل العدد اللي بره، واذا امكن فك العدد اللي بره بفكه وما دخلوش كله. ادي الاثنين هتفضل زي ما هي، وادي الجذر، ادي التلت زي ما هو. انا قلت هدخل مين؟ هدخل التلاتة. طب التلاتة هتدخل تحت الجذر 3؟ لا ده جذر تربيع، هتخش 3 تربيع بكام؟ ب9. ادي الاتنين بره زي ما هي، وتلت في 9 يديني 3. ده التبسيط بتاعها، وهذا الكلام ينطبق بالفعل على الجذر التكعيبي. فلما اقول لحضرتك 2 جذر تكعيبي ليه ربع، هقول لك يا مستر ده تحت الجذر
كسر، يبقى هدخل عدد اللي بره. هل يمكن فك الاثنين؟ لا، لا يمكن فك الاثنين. افكها اف ايه؟ هي 2، يبقى ادخل الاثنين كلها. يبقى ده الربع هتفضل زي ما هي، دي جذر تكعيبي طبعا ما تنساه. وطالما الاثنين هتخش داخل جذر تكعيبي يبقى تخش ايه؟ متكعبه. 2 اس 3 بكام يعني؟ ب 8. ربع في 8 هيديني 2. اما اقول لحضرتك مثلا 6 جذر تكعيبي 6 جذر تكعيبي لتسعة. الحق يا مستر ده تحت الجذر كسر. ايوه هعمل ايه؟ هدخل عدد اللي بره. طب ادخل الستة كلها، وبالذات في التكعيب عشان ادخل عدد كبير زي ده. انت عارف 6 تكعيب ب 216، فالدنيا تكبر منك قوي. لا، قلت لك اذا امكن فك العدد اللي بره ما تدخلوش كله. شوف حاصل ضرب كام في كام، واللي مش هيخدمني سيبه بره، واللي هيخدمني دخله جوه. فالستة لسه حلنا من شويه، حاصل ضرب 2 في 3. 2 في 3. طب اللي جوه توسع، يبقى اللي هتخدمني الاثنين ولا الثلاثه؟ الثلاثه طبعا. يبقى انت هتجي رايح سايب الاثنين بره زي ما هي اهي. وادي الجذر التكعيبي اللي تحت الجذر كان توسع، وانا قلت هدخل، انا خلاص سبت الاثنين بره، هدخل الثلاثه. بالثلاثه هتخش تحت جذر ايه؟ تكعيبي. تدخل الثلاثه زي ما هي؟ لا طبعا. الثلاثه لما تدخل تحت جذر تكعيبي تدخل 3 تكعيب. 3 اس 3 اللي هي كام؟ 27. ادي الاثنين اللي بره زي ما هي، وهضرب تسع في 27 فيها الكام؟ فيها الثلاثه. دي طريقه تبسيط تانية غير اللي احنا بنحل بيها. تعالى يلا نشوف مسائل بتيجي ازاي. نفس الحاجات اللي كنا بناخدها ولكن على مثال. ده طبعا سؤال اساسي في الامتحان. تعالى يلا بنمسك جذر بنبسطه ونجمع في الاخر زي ما خدنا الحصه اللي فاتت. اول حاجه 2 جذر 3، احنا قلنا ايه؟ الثلاثه لا تبسط، يبقى تنزل زي ما هي. زائد ادي الخمسه جذر، يلا حبيبي دي جذر تربيع. كل دي مسائل جذور تربيع واللي وراها جذور تكعيبيه. ده جذر تربيع. هقسم 27 على 2 ما ينفعش، قالتك معاك وشغال. لو استخدمت الآلة الحاسبة في ان انت تستخدم الطريقه بتاعتي في القسمه مفيش مشكله، ولكن ما تروحش تضرب لي على الآلة الحاسبة الناتج كله على طول، مش تاخد حاجه. لازم خطوات حل. 27 على 2 ما ينفعش. 27 على 3 فيها التسعه. 9 لها جذر ولا ملهاش؟ ليها جذر. يبقى 9 في 2، 9 في 3 معلش اسف، ناقص ادي جذر 48 على 2. 48 على 2 فيها ال 24. ال 24 لها جذر ولا ملهاش؟ ملهاش جذر. 48 على 3 فيها ال 16. 48 على 3 فيها ال 16. قالتك بقى شغاله معاك. ال 16 لها جذر ولا ملهاش؟ ليها جذر. يبقى خليها 16 في 3. ارجع الخطوه اللي وراها، اللي ليه جذر يطلع، اللي ملوش يفضل زي ما هو. احنا قلنا دي خلاص كده كده متبسطه وجاهزه خالص. مين هنا اللي لها جذر؟ التسعه. تطلع بره كام؟ 3. التسعه لما تطلع بره هتلاقي في بره مين؟ الخمسه، تنضرب فيها. يعني لو العدد طلع من جوه لا عدد بره يضربوا بعض على طول كده. يبقى التسعه تطلع تنضرب في الخمسه، التسعه تطلع بره 3. 3 في 5 يديني 15. ومين هيفضل تحت الجذر زي ما هي؟ التلاتة حبيبتنا طبعا. ناقص مين هنا اللي ليه جذر؟ ال 16. تطلع بره 4 مفيش حاجه بره خلاص، تقعد مكانها ويتفضل تحت الجذر 3. اصبح عندي الحصه اللي فاتت تجميع الاعداد الحقيقيه، ودي كلها تعتبر حدود متشابهه، ما كلها تحتوي على جذر 3. فاجمع المعاملات عادي. 2 زائد 15 17 ناقص 4 يديني 13، واسيب الجذر 3 زي ما هي. ده الحل. تعالى على اللي وراها. 2 جذر 50 ادي الاثنين، وراها بسط الجذر 50 تبسط عادي خالص. 50 على 2 فيها ال 25. السؤال بقى الناتج ليه جذر ولا ملوش؟ ليه جذر. يبقى ال 50 هخليها 25 في 2 ناقص ادي الثلاثه زي ما هي جذر 8 على 2 فيها الاربعه. ليها جذر ولا ملهاش؟ ليها جذر تربيع، انا شغال تربيع. زائد 2 و3. طبعا الحاجات دي كلها الامثله دي كلها اديتها لك ورا، بس هو هنا مجمعها لك في ايه؟ في كذا سؤال، يعني في يعني كذا جذر في نفس المساله، يعني بسط وجمع. يعني درس المره اللي فاتت قلت انا لو تفتكر الحصه اللي فاتت قلت لك ركز على في الجبر، ركز على حاجتين: الضرب والقسمه.
ليه؟ عشان مش هيجي لك سؤال جمع وطرح من الدرس اللي فات، هيجي لك داخل الدرس ده بسط وجمع. ال 32 قلنا على 2 فيها 16 وال 16 لها جذر. يلا اللي ليه جذر يطلع بره واللي ملوش يفضل زي ما هو، ولو العدد طلع من تحت الجذر لقى عدد بره يضربوا بعض. ال 25 لها جذر تطلع بره 5 تنضرب في الاثنين اللي بره يبقى 10 ويتفضل لي جذر 2. الأربعة لها جذر تطلع بره 2 تنضرب في الثلاثة يديني 6 ويتفضل لي جذر 2. ال 16 تطلع من تحت الجذر 4 ومفيش غيرها. كلها حدود متشابهة تحتوي على نفس الجذر يبقى هجمع. 10 خدنا منهم 6 يدينا 4. 4 زائد 4 8 واجي رايح حاطط الجذر زي ما هو. تعال نكمل. دي لسه مبسطين التمانية دلوقتي، ادي التلاتة زي ما هي وادي الجذر. 8 على 2 فيها الأربعة. أنا قلت لك 90% من المسائل هتقسم يا إما على 2 يا إما على 3، اللي قليل خالص. معظمها يا إما على 2 يا إما على 3 يا إما على 2 يا إما على 3 تقبل القسمة، لو ما نفعتش على 2 تنفع على 3. يبقى 4 في 2 ناقص ادي الاتنين جذر. 72 على 2 فيها 36 لها جذر، يبقى 36 في 2 زائد 18 اقسمها على 2 فيها 9 يبقى 9 في 2. يبقى انا اول حاجه بقسم العدد على 2، نفع ما ينفعش بقسم على 3 ان شاء الله ينفع. اللي ليه جذر يطلع بره، ولو العدد طلع بره لا عدد بره يضربوا بعض. مين اللي ليه جذر هنا؟ الاربعه تطلع بره، جذر الاربعه 2 تنضرب في الثلاثه يبقى 6 ناقص مين اللي ليه جذر هنا؟ ال 36 تطلع بره كام؟ 6 تنضرب في الاثنين 6 في 2 يديني كام؟ يديني 12. مين اللي جذر التسعة؟ تطلع بره 3 وتفضل لي جذر 2. يلا نجمع. تعالى لما تيجي تجمع اعداد مختلفة، طبعا الجذر 2 هينزل زي ما هو وانا ابدا اجمع الباقي. لما اجمع اعداد مختلفة ابدا اجمع الارقام الموجبة وارجع بعد كده اطرح السالب. ادي الارقام الموجبة عندي هنا كام؟ 6 اهي وديت 3. 6 زائد 3 9. 9 ناقص 12 اطرح بالشرط الكبير يديني سالب 3. 9 ناقص 12 سالب 3. تعالى السؤال اللي بعده، السؤال الاخير عندي في الجذر التربيع. يلا هثبت الاثنين زي ما هي. جذر 12 على 2 فيها 6 لها جذر ولا ملهاش؟ ملهاش، يبقى القسمة على 2 ما نفعتش اخش على 3. 12 على 3 فيها الأربعة يبقى 4 في 3 زائد 3 جذر. طبعا انت كتر الحل والمواظبه هتلاقي نفسك انت لوحدك على طول بقى. ال 12 4 في 3 27 3 في 9 48 لسه مبسطينها حالا اهي 16 في 3 كتر الحل. لكن في الاول يمشي كده، اقسم على 2 نفعت ما نفعتش اخش على 3. 27 على 2 ما تنفعش، مش هيطلع لي ناتج اصلا. 27 على 3 فيها 9 يبقى 27 9 في 3. طبعا حاول تخلي العدد اللي ليه جذر في الاول. 48 على 2 قلنا فيها 24 ما تنفعش. 48 على 3 فيها 16 يبقى 16 في 3. اللي ليه جذر يطلع واللي ملوش يفضل زي ما هو. هتطلع الاربعه 2 تنضرب في الاثنين اللي بره تبقى 4 ويتفضل لي جذر 3. تطلع التسعة بره 3 تنضرب في الثلاثه اللي بره يبقى 9 ويتفضل لي جذر 3. تطلع ال 16 بره 4 ومفيش حاجه بره يبقى 4 جذر 3. هجمع 4 كله موجب. 4 الجذر 3 هتنزل زي ما هي ماليش دعوه بيها وهجمع المعاملات. 4 زائد 9 13. 13 و4 يديني 17. تعالوا نخش على التكعيبي. اختصر لأبسط صورة. قلنا الجذر الخمسة ده لا يبسط ناقص. تعالى يلا هنقسم 40 على 2 فيها 20 ملهاش جذر تكعيب. 40 على 3 ما تنفعش. 40 على 4 فيها 10 ملهاش جذر تكعيب. انا طالع كل ما يقبلش بطلع. 40 على 5 فيها 8 ليها جذر تكعيبي يبقى ده تبقى 8 في 5. وبالمناسبة بما ان اصلا اول عدد طلع معاك 5 الباقي كله هتلاقي العدد اللي بيقبل عليه الخمسة عشان اقدر اجمع في الاخر. مش انا عشان اجمع حدود جبريه متشابهه لازم يحتوي نفس الجذر. طالما الاول جذر 5 يبقى لازم هنا يتبقى لي جذر 5 ولازم هنا يتبقى لي جذر 5 عشان تبقى فاهم يعني.
625 هنقسم على 2 هنقسم على 3 هنقسم على 4، كل ده مش هيطلع لي حاجه تنفع. هقسم على 5 يديني 125 في 5. الحاجه الوحيده اللي لما اقعد اقسم اللي هتطلع لي جذر تربيعي تكعيبي ال 125 اللي ليه جذر يطلع. قلنا ديت مبسطه جاهزه. اللي ليه جذر هنا 8 هتطلع بره كام؟ 2، ويتفضل لي مين تحت الجذر؟ ال5. ال 125 تطلع بره 5، جذر 125، وتفضل لي تحت الجذر 5. هنجمع، قلنا المعامل ده واحد وهو حد يجمع لي الثلاثه دي بتاعت الجذر وتعرف ان هو تكعيب. هجمع الموجب وارجع اخد السالب. 1 زائد 5 6، 6 ناقص 2 يديني 4، ويتفضل لي الجذر التكعيبي ل 5. خش على اللي بعده. الاتنين قلنا لا تبسط، تفضل زي ما هي، ناقص ادي 2 جذر، لسه واخدين ال 54 من شويه، 54 على 2 فيها 27 لها جذر تكعيبي، يبقى تبقى 27 في 2 زائد جذر تكعيبي 16 على 2 فيها 8 لها جذر، يبقى 8 في 2. اللي ليه جذر يطلع بره واللي ملوش يفضل زي ما هو. ديت قلنا لا تبسط. مين هنا اللي جذر؟ 27 جذرها كام؟ 3 تنضرب في الاثنين يبقى 6، وتفضل لي جذر تكعيب 2. مين اللي جذر ال8 هتطلع بره 2، وتفضل لي جذر تكعيب 2. هجمع الجذر تكعيب 2 هتفضل زي ما هو. ابدا اجمع المعاملات، هاخد الموجب وارجع اخد السالب. هنا المعامل 1 زائد 2 هيديني 3، 3 ناقص 6 يديني سالب 3. السؤال اللي بعده، ادي ال3 ادي الجذر التكعيبي 16 على 2 فيها 8 لها جذر، يبقى 16 8 في 2. ادي الجذر، كل ده لسه واخدينه دلوقتي، كل ده لسه عاملينه دلوقتي اهو. 54 قلنا كام في 2؟ 27 في 2. اتمنى الناس تكون شغاله معايا، الناس بتوقف الفيديو وتشتغل. وقلنا الاثنين لا تبسط. اللي ليه جذر يطلع، تطلع ال8 بره 2 تنضرب في ال3 تبقى 6، ويتفضل لي جذر تكعيب 2 ناقص 27 تطلع بره 3، ويتفضل لي جذر تكعيب 2 زائد جذر تكعيب 2. دي 1. هجمع الموجب وارجع اخد السالب. 6 زائد 1 7، 7 ناقص 3 4، وانزل الجذر تكعيب 2 زي ما هي. السؤال اللي بعده، الحق يا مستر ده الجذر تحت منه كسر، يبقى هدخل اللي بره. طب اللي بره هتخش كلها دي 2، ما اقدرش افكها، حصل ضرب حاجه في حاجه، يبقى جراء اعملها كده جذر تكعيبي ادي الربع زي ما هي. طب والاثنين عشان تخش داخل جذر تكعيبي تتكعب، 2 أس 3 8، وال16 ده هتتبسط عادي. 16 على 2 فيها 8 لها جذر. يلا اختصر دي، ادي جذر تكعيبي، ربع في 8 يديني 2 زائد اللي ليه جذر يطلع بره، ال8 تطلع 2. هجمع معاملات دي معاملها 1، 1 زائد 2 هيديني 3، والجذر هيفضل زي ما هو. دي افكار التبسيط. عندي افكار من الحصه اللي فاتت بيقول لي مديني ادي الاكس جذر 5 بجذر 2 والواي 3 على اكس. الاول اروح اجيب الواي، هو قال لي الواي بتساوي 3 على اكس، يعني 3 على الاكس اللي هي كام؟ اللي هي جذر 5 زائد جذر 2. يلا ارجع بذاكرتك كده يا حبيبي، ارجع بذاكرتك كده يلا الحصه اللي فاتت. هل ينفع يبقى عندي جذر في المقام؟ لا طبعا. اعمل ايه؟ اضرب في مرافق المقام. ما هو المرافق؟ بغير الاشاره بتاعت الجذر، يبقى جذر 5 ناقص جذر 2، بسيب كل حاجه زي ما هو واغير الاشاره اللي في النص دي جذر 2 على جذر 5 ناقص جذر 2. الكلام ده هيساوي، قلنا الاثنين اللي فوق مالكش دعوه بيهم، سيبهم زي ما هم، اللي هم اللي مش مترافقان اللي مش شبه بعض، رصهم جنب بعض كده. والمترافقان كان بينضرب ازاي؟ اللي مذاكر الاول في الاول ناقص الثاني في الثاني. جذر 5 في جذر 5 ب5 ناقص جذر 2 في جذر 2 ب2. 5 ادي البسط زي ما هو واحده واحده
و5 ناقص 2 3، التلاتة تروح مع التلاتة، وبالتالي الواي هتبقى بكام؟ بجذر 5 ناقص جذر 2. دي الواي كده تمام. معاك الاكس ومعاك الواي. اول مطلوب عاوز اكس زائد واي. طيب ما الاكس بجذر 5 زائد جذر 2، ده يعتبر من الحصه بتاعت المره اللي فاتت، اعتبر براجع لك على حصه المره اللي فاتت. زائد الواي اللي هي جذر 5 ناقص جذر 2 اللي انا لسه جايبها اهو. طب ما جذر 5، طب ما جذر 2 وسالب جذر 2 ما يطيروا مع بعض، دي بالموجب ودي بالسالب. وجذر 5 زائد جذر 5 هجمع المعاملات، دي معامله واحد ودي معامله واحد، واحد زائد واحد يديني ايه؟ 2، واسيب الجذر 5 زي ما هي. اكس ناقص واي، الاكس اللي هي جذر 5 زائد جذر 2. احذر من السالب، اول ما تلاقي سالب حط المقدار في قوس، احذر من السالب. الواي اللي هي جذر 5 دي جذر 2. الواي اللي هي جذر 5 ناقص جذر 2. السالب لما بيخش على قوس يا شباب، السالب لما بيخش على القوس بيغير اشارات القوس كلها، كأني بقول سالب 1 في جذر 5، سالب جذر 5، ويخش برضو السالب على السالب ده يخليه موجب. ايه اللي هيحصل؟ عكس السؤال اللي فوق، جذر 5 مع جذر 5، السالب مع الموجب. جذر 2 زائد جذر 2 هجمع المعاملات هيديني 2 جذر 2. 2 جذر 2. السؤال اللي بعده، هنا مديني الاي تمام ما فيهاش اي مشكله عشان ما فيش جذر في المقام، والبي تمام. اول مطلوب عاوز ايه اللي هي جذر 5 زائد جذر 2 اللي هي الايه زائد البي جذر 5 ناقص جذر 2. عاوز الكلام ده لكل اس 2. طب ما انا لسه جايب الايه زائد بي من شويه، ما قلنا جذر 5 جذر 5. اما قلنا ان عندي دي هتطير مع دي، جذر 5 زائد جذر 5 يديني 2 جذر 5 الكل اس 2. طيب كنا بنربع دي ازاي؟ بوزع عادي، بوزع عادي. 2 اس 2 يديني 4، دي المفروض فيه، طالما 2 لازقه في الجذر 5 كده معناها 2 فيه. جذر 5 اس 2 اللي هي جذر 25 اللي هي 5، او التربيع والجذر بيشيلوا بعض، ولا كانك عملت. اما تحب تشيل جذر هات له تربيع، يعني هيديني 5. 4 في 5 ب 20. ايه ناقص بي لسه جايبينها برضو، الايه بعوض عادي اللي هي جذر 5 زائد جذر 2 ناقص احذر يبقى قوس البي اللي هي جذر 5 ناقص جذر 2. الكلام ده قلل كل ايه؟ تربيع. ادي الجذر 5 زائد جذر 2 اللي في الاول، هدخل السالب يغير لي القوس اللي بعده كله، هتبقى سالب جذر 5 زائد جذر 2 الكل تربيع. جذر 5 مع سالب جذر 5، جذر 2 وجذر 2 يديني 2 جذر 2. بجمع الكل اس 2، يلا نربع. 2 اس 2 يدينا 4، قلنا فيه جذر 2 اس 2، قلنا التربيع والجذر بيعملوا في بعض بيشيلوا بعض، يبقى 2 يبقى 4 في 2 ب 8. اخر سؤال معايا نفس الفكره بالظبط مفيش اي اختلاف تمام. يلا بس الكل تكعيب. عاوز الايه اللي هي كام؟ جذر تكعيبي ال5 زائد جذر تكعيبي 2 زائد البي جذر تكعيبي ال5 ناقص جذر تكعيبي 2. الكلام ده الكل اس 3. مين هيطير مع مين؟ ادي موجب وادي سالب. جذر تكعيبي نفس الكلام، جذر تكعيبي 5 زائد جذر تكعيبي زي تربيع، بجمع المعاملات هيديني 1 زائد 1 هيديني 2 جذر تكعيبي 5. الكل ايه طبعا؟ الكل تكعيب، يبقى الكلام ده هيساوي 2 اس 3 ب 8 في، طالما لازم في بعض بجيب دي لوحدها في واجيب دي. طب جذر التكعيب ال 5 اس 3 شبه التربيع بالظبط، طالما التربيع بيشيل الجذر التربيعي يبقى التكعيب هيشيل الجذر التكعيبي، مفيش اي مشكله. يعني الثلاثه والجذر هيتشالوا مع بعض يتفضل لي 5. 8 في 5 ب 40.
او واحد ممكن يقول لي 5 اس 3 ب 125 اللي هي جذرها كام؟ جذرها 5. انت لما يبقى عندك جذر ومتربع شيلهم مع بعض، يبقى عندك جذر تكعيبي ومتكعب شيلهم مع بعض يا عم. ايه ناقص بي الايه؟ جذر تكعيب الخمسة زائد جذر تكعيب 2 ناقص، يبقى احذر يا مستر وحط قوس عشان السالب يا اما مره واحده. السالب بيغير اشارات اللي بعده كله، يا اما احط قوس واعملها واحده واحده. جذر تكعيب الخمسة ناقص جذر تكعيب 2، الكلام ده لكل اس 3. ادي الاولاني السالب يخش يغير اللي بعده كله، يخش على الاولى هتفضل اهي، السالب يخش على السالب يخليها زائد، الكل اس 3. مين اللي هيطير المره دي؟ اللي هيطير المره دي الخمس عشان دي سالب ودي موجب. جذر 2 جذر تكعيب 2 جذر تكعيب 2 اجمع معاملات، 1 زائد 1 هيديني 2 جذر تكعيب 2 الكل تكعيب. يلا هطلع الناتج 2 اس 3 ب 8 في جذر تكعيب 2 اس 3، التكعيب يشيل يعمل في الجذر يشيله، يتفضل لي 8 في 2 بتساوي 16. كده نكون خلصنا حصة النهارده. اتمنى تكون الناس فهمت كل اللي خدناه في حصة النهارده عشان ده حاجات مهمة. الحصة كلها بتتكلم على تبسيط الجذور سواء تربيع او تكعيبي، بقسم على 2 او بقسم على 3 لحد ما اطلع عدد له جذر تربيع او جذر تكعيبي، وده افكار تعتبر من الحصة اللي فاتت. استنونا ان شاء الله في حصص تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.